السلام عليكم حبايبي ومرحبا بكم في قناتي قصتي قصة. اليوم جبت لكم قصص واقعية وغامضة. قصة اليوم ماشي قصة عادية، قصة اليوم غتخليكم تعاودوا الحسابات في بزاف ديال الناس دايرين بكم. وشحال من مرة كتجلسوا في ميدة وحدة وكتاكلوا من طبسيل واحد وكنعطيو سرنا لشي ناس كنقولوا لهم خوتنا اللي ما ولداتهمش لينا امنا. واش عمركم تخيلتوا بلي داك الطبسيل اللي كتاكلوا منه يقدر يكون هو النهاية ديالكم؟ قصة اليوم على السحر المأكول اللي كنقولوا ليه حنا بالدارجة ديالنا التوكال، ومن عند من جا من أقرب صديقة. ركزوا معايا وحلوا ودنيكم مزيان حيت اللي غادي تسمعوه دابا غادي يصدمكم. ملاك بنت من عائلة محافظة، بنت زوينة ونيتها ديما سابقة، خدامة في واحد الشركة محترمة. ملاك كانت عندها واحد الصديقة من الروح وكانت سميتها هاجر. كبروا في درب واحد، قراو في مدرسة وحدة، وحتى الحوايج كانوا مرة يتبدلوهم مع بعضياتهم. ملاك كانت كتعاود كل شي صاحبتها في الليل، شكون خطبها، شنو داز، وحتى المشاكل اللي كانوا كيوقعوا في دارهم. كانت كتشوف فيها اختها، ولكن ما كانتش عارفة باللي هاجر ما كانت صاحبتها كيف كان كيبان لها. كان قلبها كحل والحسد مغطى ليها عينيها. ملاك كانت ديما كتشوف هاجر باللي سابقة ديما خطوة لقدام. مالك زوينة وخدامة خدمة زوينة وكلشي كيبغي يدخل لحياتها وكلشي كيبغيها. المشكل هو أن مالك متكية عليها صاحبتها مش من حاجة. مثلا الا بغات تشري غير الحوايج تخرجها معاها، بغات تقضي شي غرض تكون معاها، في اي حاجه هي معاها. اليوم قبل غدا قبل ما حتى واحد ما يسيق الخبر كانت ما كتخبي عليها حتى شي حاجه. يعني كانت دايرها اكثر من خوتها، واي قرار كتاخدو كتشاور معاها فيه. من الاخر كانت ثقه فيها ومرتاحه معاها بطبيعه الحال على حساب داكشي اللي كانت مبينه لها. لدرجه الا بغات تشري شي حوايج ولا تقدى شي حاجه خاصها تاخذ الراي ديالها هو الاول عاد تمشي وتشري داكشي. كانت كتثق فيها لواحد الدرجه عمياء، اللي شافهم تيقول هادو غير خواتات ماشي صحابات. وهنا فين غادي تبدا القصه ديال بصح. مالك جاها واحد الخطيب، وبطبيعه الحال شكون اللي غادي يسيق الخبر الاول؟ صاحبتها هاجر. عاودت لها عليه وهي تقول لها راه درويش وظريف وخدام مزيان وراه ناوي الحلال معايا. هاجر كانت فرحانه بزاف وكتبين انها فرحانه اكثر من صاحبتها، ولكن الداخل ديالها كانت حاجه اخرى. كانت كتحرق من الداخل وكتقول يا ريت هاد الزواج ما يكملش. وداك الشينيت اللي قررت دير اي حاجه غير هذاك الزواج ما يكملش. حضرت للخطبه كانت فرحانه وتزغرت وتشطح. الصراحه ما خلاتش من جهدها، ولكن الله اللي عالم الداخل ديال بنادم كيفاش داير. دازوا الايام وبقاو على اتصال، ديما كتعاود ليها مسكينه مالك على الخطيب ديالها وكتقول لها هالجديد اللي درنا وهالجديد اللي درنا. هي مسكينه على نيتها كتعاود، ولكن الاخرى قلبها كحل من جهتها. ملي كتسمع هادشي عاد ما كتزيد تسمم وكتقول خاصني ندير شي حاجه ضروري وفي اقرب وقت باش مالك ما يكملش لها هادشي بخير وعلى خير. واحد النهار عيطات هاجر الملك في التليفون وهي تقول لها شوف يا صاحبتي راه شحال هادي ما شفتك وراني توحشتك، وباش تعرفي المعزه ديالك عندي راني عارضه عليك اليوم ومطيبه لك واحد لالتي مولات القصريه تاكلي على صباع يديك، ونزيدك لاله ندير لي الرفيسه وبالدجاج البلدي، وغادي ناكلوها غير انا وياك ونشربوا على واحد كوس ساعتين ونجمعوا. المهم راه ضروري تجي تغداي معايا ومن هنا نتجمعوا ونعاودوا على هادشي اللي داز. راني موحشك وبغيت نسمع الجديد ديال القصه ديالك وهادشي ديال الخطبه. اويلي يا صاحبتي انت دايره هاد العراضه كامله على قبلي وبغيتيني ما نجيش، صافي قطعي انا شويه غادي نجي عندك. وفعلا مشات عندها للدار مع ديك جوايه الجوج تاع العشيه. دقات عليها الدار ودخلت ورحبت بها وما خلات ما حطت لها. ضحكوا ونشطوا وتعاودوا بيناتهم وجات وقت الماكله. حطت لها ديك القصريه كانت كتشهي مقاده على حقها وطريقها. هاجر كانت كتقطع اللحم بيديها وكتعطيه لصاحبتها وكتقول لها كولي يا صاحبتي كولي، هادشي راه دايره على قبلك باش تصحي ليا وتوقفي.
باش يجي نهار العرس وتباني على مزيناتك. ايوا مسكينه كلات على نيتها حتى شبعات، وقبل ما تخرج عنقاتها مزيان وهي تقول ليها: قليل في كاينين صحابات بحالك، تهليتي فيا وكبرتي بيا، والصراحه الله يخليك ليا، عمرني ما غادي نلقى شي صاحبه بحالك. ولكن مسكينه ما عرفتش شنو كلات اصلا في ديك الماكله، وما عرفتش بلي هذيك التعنيكه كانت هي تعنيكه الموت. ما كملتش مسكينه سيمانه بالحساب حتى ولات كتحس بالموت، حتى ولات كتحس بشي حوايج ماشي هما هادوك. بدات كتحس بشي وجع خايف في المعده ديالها، بحال شي موس كيقطع ليها في مصارنها. حتى الماكله ما بقاتش كدوز ليها على ريقها، واي حاجه حطاتها في كرشها الا وكتعاود ترجعها. وحتى اللون ديال البشره ديالها تبدل ولا صفر بحال الخرقوم، عينيها دخلوا، شعرها اللي كان كيحمق على مزيناتو ولا كيطيح زغبه زغبه. مالك مع الوقت ولات غير ناعسه في الفراش بزز الا قدرت تنوض. وحتى الام ديالها تخلعات، ما خلات ما دارت ليها وما خلات ما عطاتها والو. الدريه غير ما غادا وكترجع في اللور. ديك الساعه قرروا انهم يدوها للسبيطار، خرجوا لها التحاليل وما خلاو ما داروا لها. الراديو وداك التخربيق، اي طبيب شافات يقول لهم نفس الهضره، البنت ما عندها حتى شي حاجه عضويه، كلشي كان عندها مزيان، غيكون غير ستريس ولا الضغط هو اللي يقدر يدير لها بحال هاد الحوايج. مساكن والديها كيقولوا يمكن ستريس ديال العرس حيت قرب والحياه الجديده اللي غادي تولي تعيشها. ولكن الصراحه هادشي كتير على الستريس، يعني ما يمكنش يقدر يوصل حتى لهاد الدرجه. ولكن مالك كانت كتموت عرق بعرق. حتى الخطيب مني شافها في هاد الحاله وحتى المشاكل اللي كتخلق بدون سبب قرر يفسخ الخطوبه. مالك مسكينه خسرت صحتها وخدمتها، وحتى الخطيب ديالها ما بقات عندها غير هذيك صاحبتها هاجر اللي كانت تجي تطلع عليها مره وتبدا تعاود ليها وتقول لها: بقى فيا الحال اختي على هذا الشيء اللي وقع لك. وشكون هاد العين اللي شافت فيك بلا ما تصلي على النبي؟ الام ديال مالك مسكينه قلبها تحرق على بنتها، وشافت بلي الطبيب ما دار والو. شويه وهي تقول لها: بنتي هادشي اللي فيك راه بان ليا ماشي ديال الطبيب، هادشي غادي يكون غير شي سحر كليتيه، غادي نديك عند شي راقي، راه كانوا عاودوا ليا نيت عليه واحد الناس، وديك الساعه غادي نشوفوا نيت شنو واقع لك بنتي. داكشي نيت اللي كان مشاو عند الراقي، بدا كيقرا عليها في القران وهي تبدل لونها، تبدل وحتى الصوت ديالها تبدل وبدات كتغوت والمعده ديالها بدات كتغلي. الراقي قال لها: راه بنتك واكله شي حاجه، وهاد الحاجه اللي واكله راه خايبه بزاف، وباش يخرج منها هاد الشي من الجسم ديالها خاصها ترقي راسها وتبدا ترد داكشي اللي في كرشها بشوي بشوي، حيت داكشي راه قديم بزاف. بقات كتمشي عند هذاك الراقي ومره كتقيا، وداكشي صعيب باش نوصفو لكم. داكشي كحل بحال القطران وشي حاجه مكتله بحال الشعر، زعما باش تقدر توصف هادشي راه صعيب، والله ينجينا ونجيكم من هادشي. داك الراقي سكت، هو يقول لها: هذا راه التوكال، كلاتو بنتك في شي حاجه صفراء باش ما يبانش، باش تموت عرق بعرق وما تكملش حياتها. هو يقول لها: بغيتك بنتي تفكري وتعقلي، اخر مره عند من كليتي، وشكون هذا اللي عطاك شي حاجه واخا يكون غير عشوب. مالك بقات كتفكر، واصلا المسكينه كانت سخفانه وبصعوبه باش بدات كتفكر وكتقول: العشوب ماكله انا كليتها بوحدي، زعما كتفكر حتى رجع ليها داك المشهد ديال ديك الرفيسه اللي كانت عند صاحبتها هاجر، كانت كتوكلها بيديها وتفكرت كل شيء، وتفكرت ديك الكلمه اللي قالت لها: دايره لك الرفيسه بالعشوب والدجاج البلدي على قبلك. مسكينه طاحت على ركابها وبدات كتبكي، بكات حتى ما خلات، حيت الطعنه جاتها من الظهر من الصاحبه اللي ما كانتش كتفرق عليها غير النعاس، اللي كانت كتعتبرها بحال خوتها. قالت داكشي في خاطر، ولكن ما قدرت تقول لحتى شي واحد شنو وقع. خلات داكشي بينها وبين راسها وكتقول: راه كاين سيد ربي وراه شايف كل شيء، وهو اللي غادي ياخذ ليا حقي منها. اما هي ما بقى عندي ما ندير فيها في حياتي، وما تبقاش عندي اصلا ولا نشوف وجهها. تقريبا داز عام وملاك عانات مع صحتها باش ترجعها، ومع المده الحمد لله رجعت لها صحتها وحسن من الاول، والحمد لله خدمات حسن ما ديك الخدمه اللي كانت فيها من قبل، وعوضها الله بواحد الراجل
ولد الناس هو اللي رجع لها البسمة على وجهها وحتى لحياتها، ولات عايشة بخير وعلى خير. واخا داكشي مرة كان كيجي لها في راسها وكتفكرو، ولكن الحمد لله كان عندها واحد الصبر وواحد العزيمة. ومسكينة كتقول هذيك السيدة خليتها منها المولاها، منها اللي خلقها هو اللي قادر بها وهو اللي عارف شنو يدير ليها. اكيد غادي يجي النهار وغادي نشوفها كتعذب قدامي وما غاديش نقدر ندير لها حتى شي حاجه. بطبيعه الحال هذيك صاحبتها اللي كانت كتقول على راسها صاحبتها غبرات وغبر ليها الاثار معها، ما بقات لا كتجي لا كتشوفها لا والو، بحال شي واحد سايق لها الخبار وصافي. وعرفت بلي الخطه ديالها ما نجحاتش، وداكشي علاش غبرات. مالك رجعت عاشت حياتها وتزوجات هاد المره راجل عنده الفلوس وبخير وعلى خير، كان معيشها من داكشي الرفيع. الصراحه ما كان خاصها مع حتى شي خير. مشات حتى هي دارت حياتها وتزوجت زواج زوين، راجل عنده الفلوس مهلي فيها وداير عليها اللي ما يدار، ومعيشها غير في الفرح وما خاصها حتى خير. ولا تلبس لك تاهي احسن لباس، ولا تسكن لك في احسن ديور. يعني السيده عايشه بالطول وبالعرض، وفوق هادشي ضميرها مرتاح وما تيتحركش والو. وتقول زعما مع راسها راه كانت عندي واحد صاحبتي وظلمتها ودرت ليها وفعلت ليها. لا والو، بقات على هاد الحال عايشه بخير حتى لواحد الليله جاها واحد الوجع صعيب في كرشها. قالت مع راسها وقيلا غير كليت شي حاجه وضراتني، والضران اما غادي وكيتزاد. وبزز باش فاتها الحال ونعسات. الغد ليه نفس المشكل، ملي مشات دوزات قالوا لها ما عندك حتى شي حاجه، وقيلا غير كليتي شي حاجه ضراتك وصافي. ولكن المشكل ما كانش هنا، المشكل كان في صحتها بدات كترجع اللور، ووجهها ما بقاش فيه اللون، ولات ضعيفه بزاف، وشعرها كامل حطاتو وما بقاش كيف كان. ما خلات فين مشات وما خلات فين دوزات، وخسرت على راسها الفلوس ولكن بدون نتيجه. حتى حد ما عرف ما بها، وكاع الطبا اللي كيشوفوها تيقولوا لها هاد المرض ديالك غريب، عمرنا سمعنا به ولا شفناه. والصراحه غريب بزاف. الراجل اللي كان مزوج بها ومهلي فيها ومبرعها غير شافها في ديك الحاله ما قادرش تجيب حتى كاسه الماء ولا تنوض، طلقها ومشى وسمح فيها. يعني ما بقاتش لايقه عليه، هو باغي وحده تخرج معاه الدور معاه تبرع هي وياه، ماشي وحده مكسله وشاده ليه مانطه تما ومريضه ما فيه اللي تصادع معها اصلا، وفلوسه غادي تجيب لي وحده على مزيناتها. ايوا بقات تموت عرق بحرق بوحدها حتى دوك الفلوس اللي كانوا عندها كملوا، والصحه ديالها مشات، بقات غير بوحدها في واحد البيت بحال الجنيه، ما كاين اللي يسول فيها ولا اللي يحاشيه ليها. حتى عائلتها الله يستر مني دارت لاباس ولات بخير سمحت فيهم وسمحت في كل شيء، وما بقاتش راضيه بهم يكونوا في حياتها. المهم تا واحد ما بقى كيوصلها ولا كيعرفها فين ساكنه ولا عايشه. في ديك اللحظه ديال العذاب وديال المعاناه واخيرا تفكرت ان كانت واحد النهار عندها صاحبتها سميتها ملك. هاد ملك مسكينه من خرجت لها على حياتها ودمراتها وكلتها التوكل في الرفيصه وطيبتها لها وكلتها لها بيديها. ومالك مسكينه بنيتها ما سيقاش الخبار. وعلاش هادشي كامل؟ حيت مالك ظريفه ومقبوله وزوينه عليها وكاع الناس تيبغيوها، ولكن ما عرفتش باللي الله اللي كيرزق، وكيف ما رزقها هي تنتي راك رزقك. علاش تصرفتي بحال هكا؟ علاش؟ وعلاش هاد الغيره كامله؟ وعلاش هاد الحسد؟ وعلاش نخلي راسي نادي واحد الانسان ما داير ليا والو؟ من ديك اللحظه وهاجر كتقلب على مالك فين ساكنه، حيت مده هادي ما بقاوش تلاقاو وما بقاتش عارفاها فين سكنات وما بقات عارفت عليها حتى شي حاجه. كانت متاكده باللي هادشي كامل اللي واقع ليها كان بسبب مالك وبسبب دعوتها لحتاج دعوه المظلوم مستجابه. كانت باغا تطلب منها السماحه وتطلبها وتزاوق فيها، والو عيات ما تقلب، حتى طاحت لها واحد الفكره في راسها باللي تمشي تقلب عند والديها. مشات عند الام ديالها ودقت عليها وهي تحل ليها، مني حلات ليها بزز باش تعرفات عليها. اصلا حالتها ولات حاله تبدلات، الملامح ديالها ما بقاوش. من بعد ما طلباتها وزاوقات فيها، الام قالت لها صافي انا غادي نديك لعند بنتي، ولكن انا غادي نكون حاضره باش نسمع شنو كتقولوا، حيت مده هذه ما تلاقيتو.
اصلا انا كنت شاكه باللي شي حاجه بيناتكم ما بقاتش هي هذيك، حيت بنتي ما بغاش تصارحني وما بغاش تقول لي شنو كاين اولا حتى شنو وقع ليها. قالت لها المهم خالتي غير ديني وديك الساعه يكون خير. منين مشات لعندها الحله اللي غادي تحل ليها الباب تصدمات، كتقول واش هي ولا ماشي هي؟ لا واقيلا هي. قالت لها بلا ما تصدمي، راه انا هي، هادشي وقع ليا بسببك حيت اذيتك وضريتك في صحتك، وانا دابا جايه نطلب منك السماحه باش ندوز هادشي اللي بقى ليا في حياتي بخير وعلى خير ونحيد الذنب اللي درت. مالك مسكينه قلبها كبير وما كتعرفش الحقد، هزت راسها وفيها البكيه وهي تقول لها مالك مسكينه قلبها كبير وما كتعرفش الحقد، حركت راسها وجاتها البكيه حيت اصلا هي دازت في نفس هادشي شويه وهي تقول لها انا مسامحك دنيا واخره. ولكن هاجر راه كاين العذاب ديال الله والحق ديالو، ومنين نوقفوا قدام الله كنتمنى انه سيدي ربي يسمح ليك، ولكن داكشي اللي درتي ليا ما يمكنش نجيو نسامحك عليه، ولكن انا سامحتك حيت شفتك في هذه الحاله، وانا كنقول لك سامحتك دنيا واخره، والحمد لله سيدي ربي شافاني وعوضني بمحسن من داكشي اللي كنت عايشاه. بقات كتشوف فيا وكتبكي، حالتها تشفي العدو، ما تمنى حتى شي وحده تعيشها، ولكن الا جيتو تشوفوا تستاهل داكشي اللي جاها، حيت سيدي ربي كيخلصها اي واحد على قد نيته. واصلا اللي كيأذي خوه المسلم وهو ما داير ليه حتى شي حاجه وكيشد معاه الضد على شي حاجه بسيطه وتافهه، سيدي ربي كيجازيه وكيعطيه الجزاء ديالو. والله ينجينا وينجيكم من بحال هاد الناس وبحال هاد الشياطين اللي ما عندهم حتى شي ضمير. القصه ديالنا سالات هنا، ولكن العبره ديالها خاصها تبقى محفوره في العقول ديالنا. شحال من واحد كيظن راسو ذكي وملي كيأذي الناس بالسحر ولا بالغدر وكينسى باللي كاين واحد القاضي في السما ما كينعش، حيت الكاس اللي سقيتي به غيرك يقدر يجي واحد النهار وغادي انت تشرب منه، والسحر ديما كيجي على مولاه، والسم ديما كيرجع لمولاه. وعمرك تستهان بالدمعه اللي طاحت من عينين شي واحد ظلمتيه، حيت ديك الدمعه كطيح في ميزان الله قبل ما تطيح في الارض. والمظلوم اللي كيخلي حقه عند الله هو ياخذ ليه الحق ديالو بطريقه كتعجب منها كاع العقول، وكيفضح الظالم في الدنيا قبل الاخره. ولنا معكم ان شاء الله موعد جديد في قصه جديده، وردوا البال لريوسكم والناس اللي كتدخلوا لديوركم. وهنا كنقول لكم باي باي حبابي.